السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. النهاردة بقى اول يوم العيد، الفطار طبعا كبدة. انا النهاردة هعمل كبدة اسكندراني على اصولها. الكبدة بتاعتي انا مقطعاها شرايح رفيعة جدا عشان انا بحب الكبدة رفيعة خالص، ما بحسش بطعمها غير وهي رفيعة. والتخينة دي بحس ان انا ما باكلش كبدة. لما جزاي قطعها لي تخينة الإضاءة بعافية. هنا أنا حطيت الكبدة من غير أي بهارات ولا فلفل ولا أي حاجة. هحط لها دلوقتي البهارات بتاعتها والفلفل سبايسي. دي بقى بهارات الكبدة. أنا مبحبش أحط لها بهارات كتير عشان ايه؟ تتني محتفظة بالطعم بتاعها اللي هو طعم الكبدة يعني الأصل ده، إنما البهارات الكتير بتغير الطعم. دي البهارات، ده الفلفل، حط لها خل. لازم الخل ده عشان ايه؟ لو في ريحه اي زفاره تضيع، تبقى زي كبده الشوارع اللي احنا بنشمها في الشارع. هو السر في الخل يا جماعه، والنفس طبعا. بصوا هنا خلاص كلها اتشوحت. انا ما بحبش احطها على النار كتير عشان الغذاء بتاعها، يعني بالكتير 5 دقايق، عشان انا كده كده قطعها رفيعه جدا، تقطيع عصافيري. مش بسيبها على النار خالص غير ايه 5 دقايق بالكتير، يعني لو غيبت. رفيعه خالص. شايفين يا خلاص كده استوت. نغرب بقى. وايه رايكم بقى في الفطار البسيط بتاعي بقى يوم العيد؟ دي طحينه عاملينها سوا، مخلل طبعا معروف كل سفره، شيبسي. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.